هلو هلو هلو، انا شيماء اهو، دي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو احب اقول لكل لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك وتعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل النهارده روتين سهل وبسيط ان شاء الله باذن الله يعجبكم. عايزاكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله، وكمان تحطوا لنا لايكات وتشتركوا في القناه وتشاهدوا الفيديو شويه بس صغيرين كده. ده بيشجعنا ان احنا ان شاء الله نكمل ونقدم فيديوهات جديدة بإذن الله. يلا نبدأ الروتين بتاعنا. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. يلا بينا. جيتي معايا؟ طيب حطيتي لايك، حطي لايك يا قلبي كده منك ليها. اللايك ببلاش، فحطي لايك وشاهدي الفيديو. بصي يا ستي، انا بصراحه ما كانش في دماغي خالص ان انا اصور فيديو، لان انا يعني في اليوم ده كنت مسافره تاني، يعني هصحى بقى الفجر اروح القاهره وكده. فقلت ايه، لا انا ما امشيش كده وشقتي مش لذيذه يعني. قلت انضف الشقه، فما كانش في دماغي بصراحه اصور. فقمت قايله ايه يا بنتي، ايه بالمره بقى، ايه يعني، ايه انت كده كده بتروقي يعني، فصوري بالمره. قمت بقى منضفه كده، كنت شلت اصلا ملايه السرير ده وفرشت ملايه جديده ودفايه جديده. وبعد كده فردت البطانيه. انا بحب بصراحه افرد البطانيه كده على السرير، بحيث انها بتدفي السرير كده لغايه ما تيجي تنام وتلاقي الدنيا دفى كده بدل ما تطبقيها يعني. فانا بفردها وبفرد فوقها الدفايه. طب بتحطي بطانيه فوق الدفايه؟ دفايه فوق البطانيه. بحط دفايه فوق البطانيه عشان البطانيه دي اصلا تقيله قوي في وزنها، وكمان بحسها انها مش بتدفي غير لما تحطي فوقها حاجه. فمش هتستحملي، هي تقيله اصلا، مش هتستحملي فوقها كمان لحاف فايبر. فبس يعني الدفايه دي بحسها انها خفيفه وفي نفس الوقت بتدفي. ففرشت كده زي ما انتم شايفين الدفايه، وفرشت البطانيه وفرشت فوقها الدفايه، وظبطت كده ايه المخدات وحطيتها. وخلاص كده زي الفل. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد بقى ما خلصت، طبعا انا كنت اصلا ماسحه الكومودينوهات وحايشه المفارش اللي عليهم نفضات تنفيضه حلوه. وخلاص الاوضه كده بالنسبه لي زي الفل. ايه اللي فاضل في الاوضه بس هعمله، ان انا هجيب المكنسه واكنس الاوضه بالمكنسه. قلت سريعه يعني، واحنا اصلا كنا في الوقت ده حوالي الساعه 7 بالليل. فقلت ايه اكنسها بالمكنسه واخلص تنفيض، وادخل كمان على الانتريه والصاله والمطبخ كده، اشطب كل حاجه واخليها زي الفل قبل ما اسافر. لان انا في اليوم ده بصراحه مش هنام يعني، هفضل صاحيه لغايه ميعاد القطر. القطر بيطلع من عندنا حوالي الساعه 3:30 الفجر، فهفضل صاحيه لغايه ميعاد القطر. فدخلت هنا خلصت الأوضة طبعا وكنستها بالمكنسة. ودخلت بقى على أوضة بنتي، حشت الملاية والدفاية، وهبدأ أفرش دفاية جديدة بملاية جديدة. في أوضة ناني أنا بصراحة ما بفرش ملاية. ليه؟ لأن السرير بيبقى صغير وكده ولا كده. يعني ايه، مش الدفاية بتبقى كبيرة عليه. فبقول ايه بستكفي بالدفاية بس. وطبعا ايه بحط بغير بس المخدات. فانا المخدات عشان كنت مغيراها قبلها. فقلت ايه، لا انا يعني المخدات كنت لسه مغيراها قبلها بيومين. فقلت لا، هشيل بس الدفاية وافرش دفاية جديدة واحط نفس المخدات. تمام. وخلاص هنا فرشت بقى الدفايه، حطيت المخدات، طبقت برضو البطانيه بتاعتها. وانا برضو زي ما قلت لكم بحب البطانيه، البطاطين بتاعتنا تقيله، فبحط البطانيه عليها ايه الدفايه خفيفه كده، وبيبقى زي الفل. بصراحه بتبقى حلوه جدا. دخلت على الانتريه. اصلا اوضه الانتريه كده كده نظيفه، احنا ما بندخلهاش قد كده لان الجو برد، وهي بحري على الشارع فبتخلي الجو برد جدا. كل بس اللي بدخله اعمله ايه فيها، ان انا ايه اهفها كده بالمنشه من التراب عفرة بتاع، وبالمكنسة بقوم مشفطاها بالمكنسة وخلاص. احنا قعدتنا كلها لا في الصالة على الركن في الصالة قدام التلفزيون، لا في أوضة النوم بتاعتي قدام الشاشة. فدخلت كده على الصالة. الصالة أصلا كان في الأول، اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاه والسلام. حطي لايك يا اختي، نبي يا اختي لا انت حاطه لايك. كان الصلاه اصلا كان هنا السفره. فانا قلت يا بنتي ايه، الشتاء جاي والاوضه بتاعت الانتريه بتبقى برد في الشتاء. فنزلت السفره تحت في الشقه اللي تحت، وطلعت الركنه فوق،
وقلت ايه نقعد في الصاله. بتبقى بقى طبعا المطبخ مفتوح كده زي ما انتم شايفين على الصاله. انا هنا روقت المطبخ وروقت الدنيا وبقت زي الفل. المطبخ مفتوح على الصاله، فالطبيخ بقى والمولعه البوتاجاز والكلام ده، فتحس ان الصاله دافئه شويه عن الاوضه اللي بره. فهنا بعد ما روقت كده الصاله وروقت الركنه وظبطت الترابيزه كده عليها دواء والدتي ومعلهاش حاجه تانية، وهنا المطبخ بقى زي الفل، نضفته وغسل المواعين، والشقه كانت قشطه فله شمعه منوره بصراحة. كانت رايقة كده ونظيفة، وتحسي كده فيها بريحة الانتعاش. دخلت بقى صليت كده ولبست واتكلت على الله وطلعت عشان اروح القاهرة اخلص ورق هناك. ومشيت بقى ايه في الشارع لوحدي الساعة 3:30 كده. بصوا كمية كلاب فظيعة، وكمان الجو كان برد بشكل فظيع بصراحة. 3:30. جو برد جدا، الدنيا كانت شاتية، فتلاقوا حاطه ميه في الارضيه. مفيش صريخ ابن يومين ماشي في الشارع. مفيش الا بس صوت الايه البوبي هو اللي بيهوى في الشارع. والدنيا كحل كحل كحل. المهم سافرنا مصر وبالسلامة وجينا تاني يوم بقى. ده بقى ايه تاني يوم؟ طبعا جيت قلعت هدومي وشنطتي اللي انا كانت معايا في السفر، وطبعا الهدوم كمان كان في هدوم عندنا يعني، والملايات والدفات اللي انا كنت شايلاها. ماشي، قلت يا بنت ايه شغلي بقى الغسالة، لان انا ما كنتش شغلت الغسالة يوم ما كنت مسافرة. جيت هنا شغلت الغساله. السجاف بتاع الغساله ده مش وسخ يعني، انا بحط لكم ايدي عليه يعني نضيف اهو. هو بس عشان الغساله طبعا من زمان جدا بقالها كتير قوي. ادعوا لنا كده ان ربنا يفرجها علينا ونغيرها ونجيب غساله جديده. فهو اللي صفر كده. بس انا مش عارفه هجيب غساله اصلا. لقيت جنيه في الشنطه. طب كويس الحمد لله. مش عارفه اجيب غساله ليا ولا اجيب غساله لبنتي بقى اللي بقت عروسه على وش جواز يعني. ربنا يسهل ونجيب لنا احنا الاتنين مع بعضينا غسالات جديده. ادعوا لنا انتوا بس، واتفرجوا على الفيديو يا قلبي، وحطي لايك واشتركي في القناه. عيب كده يعني. خلاص كده حطيت الهدوم في الغساله، ورحت بقى ايه قلت اعمل لي كوبايه شاي بالنعناع تدفيني كده، وادخل ادخل انام. يعني بصوا انا بقالي اعتبر مطبقه بقالي يومين. كان مشوار مصر مرهق جدا متعب بصراحة. المواصلات والتخليص الورق في المصالح الحكومية روتين يعني الله المستعان، روتين صعب جدا. ناس يعني عشان تخلص لك ورقة تقعد تمرمطك كتير قوي. بس الحمد لله يعني انجزت وجيت بالسلامة. بصراحة مصر كانت حلوة خالص. الحاجات فيها كتيرة كده، وتشتري وتروحي وتاجي. ان شاء الله. كان نفسي اصور لكم، بس انا بصراحه كنت هلكانه، كان كل هدفي ان انا اخلص الورق اللي كنت رايحه اعمله واروح بلدي بسرعه يعني. فعملت لي بقى كوبايه الشاي وهروح اشربها كده بالف هنا عليا. حطي لي بقى لايك واشتركي في القناه. اقول لك بقى مع السلامه وفي رعايه الله، ونتقابل في فيديو جديد. باي باي.